صحابي البايكر، صباح الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هنجاوبكم على اهم سؤال بتساله كتير قوي في الكومنتس، وهو اشتري سكوترز حوا ولا لا؟ هل حوا يستحق الشراء ولا لا؟ هل حوا بيقدم قيمه مقابل سعره ولا لا؟ خلينا متفقين ان شركه حوا هي شركه كبيره جدا في السوق، ليها حصه سوقيه فعلا كبيره جدا. في الفترات الاخيره حسنت من شغلها كتير، طورت من شغلها كتير. ففعلا حوا دلوقتي بقت شركه منافس قوي جدا جدا للشركه المعروفه طبعا اللي موجوده في السوق بقالها سنين. بل بالعكس، ان شركه حوا في موديلات عندها تفوقت على الشركه المنافسه ديت في بعض الحاجات وبعض الاوبشنز والفنيات وحتى كمان الاسعار. زمان كانت حوا بتعمل ايه؟ كانت ان هي بتجيب لك سكوتر شبه الشركه المنافس، بس بخامات اقل طبعا، بجوده اقل، بسعر اقل، وبتنزله لك في السوق. وبتلاقي طبعا قطع الغيار بتاعته لان هي شبه الايه المنافس. بس خلي بالك بقى ان حوا دلوقتي بقت حوت واتوسعت جدا جدا جدا، لدرجه ان هم بقى عندهم خط تقفيل وتجميع خاص بيهم، وكمان بيجمعوا الشاسيهات او بيصنعوا الشاسيهات وكمان الجنود. فديت نقطة قوة جدا، نقطة قوية جدا جدا في طبعا في شركة حوا. ايه المفيد بالنسبة للمستهلك ان يكون الشركة ليها خط تقفيل وتجميع في مصر؟ المفيد ان طبعا المنتج بيتصنع عندك هنا، فبالتالي هتلاقي قطع الغيار بتاعته زي مثلا موديلات زي الكيوي فيستا لما نزل في الاول. طبعا الفبر ما توفرش، ولكن بعد كده مع نزول دفعات تانية، مع كمان ان خط التجميع بدأ يشتغل بقوته، ففعلا السكوترز دي بدأ يتوفر لها قطع غيار وبقت كمان منتشرة جدا. فانت يعني اللي انا عايز اقوله لك ان انت لو عايز تشتري حوا، فحوا بكل بساطه هي بتقدم لك منتج متوسط، فئه متوسطه، جوده مش هقول لك ان هي اعلى حاجه، لا هي جوده على عاديه خالص. سكوترز مش بتطير، سكوتر عاديه خالص. بس هتلاقي فيها ايه بقى مميزات؟ ايه؟ هتلاقي فيها اوبشنز كتيره، هتلاقي شكل حلو، هتلاقي كمان نوعا ما في بعض المنتجات في منها قطع غيار متوفره. لكن العيب الوحيد اللي هتلاقيه في حوا هو خدمه ما بعد البيع. بمعنى صح، انت لما تشتري من حوا فكك من التوكيل، ريح دماغك. انت صين حاجتك من بره. ما تعتمدش على التوكيل في ان انت توفر مثلا صيانات او قطع الغيار او الكلام ده كله. هتلاقي الحاجات دي منتشره كتير، وهتلاقيها في السوق، وهتلاقيها كتير جدا. تمام. فانت لو بتفكر تشتري من حوا، فديت نقط القوه اللي انا اقدر اقول لك عليها، ان انت هتلاقي سكوتر كويس بيأدي الاداء الطبيعي خالص، مش هيطير ولا بيتنطط على الحيطه طبعا. خامة متوسطة، هتلاقي الإمكانيات والأوبشنز هتلاقيها كويسة جدا. هتلاقي كمان أهم حاجة بقى السعر، يعني هتلاقي السعر إن هو أقل من المنافس يكاد يكون. يعني لو المنافس مثلا خلينا نقول ب 60,000، فأنت هتلاقي موديل من حوا شبهه، وكمان أوبشنز أعلى وأنوار وليد ومش عارف إيه، وممكن كمان يبقى بنص الثمن. فهنا حوا بتقدم لك القيمة مقابل السعر، عكس الشركة المنافسة اللي بقت أسعارها مبالغ فيها جدا جدا. وكمان بدأت إن هي تستغل نقطة إيه بقى؟ نقطة إن أنا الشركة الوحيدة اللي بتوفر قطع الغيار. طيب ما هو دلوقتي حوا، معلش في الكلمة يعني، بقت سكوتراتها كلها شبه الشركة المنافسة أصلا، وبدأت قطع الغيار بقت مرطرطة في كل حتة، فما فرقتش الشركة المنافسة عن شركة حوا. مثلا هندي مثال، لو جينا بصينا مثلا على المارينو سبورت من شركة حوا، هنلاقي إن كل قطع الغيار بتاعته الميكانيكا طبعا مع الفبر طبعا، تمام، هنلاقي شبه الفيدل 2. لو جينا بصينا مثلا على الكيوي فيستا، هنلاقي ان مثلا الاتيال بتاعته اس واي ام، الكالاتشات بتاعته مثلا والحاجات دي كلها، والميكانيكا مثلا اس واي ام. فاصبح ان حوا اصلا مش محتاج ان انت دلوقتي تلف له بقى وتدوخ على قطع غيار الميكانيكا والكلام ده كله. الحاجه الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها عقبه في التدوير هي الفبر. والفبر برضو بيجي عليه فترات بيترطرط في السوق، خلي بالك، يعني بيجي عليه فترات بيرطرط في السوق. فانا بقى هقول لك نصيحه مهمه قوي. انت مثلا عامل حسابك ان انت هتشتري سكوتر من الشركه المنافسه، كان ثمنه مثلا 40,000 جنيه، لقيت عند حوا اللي شبهه وبنفس الامكانيات واوبشنز اعلى والكلام ده كله ب 30,000. انا لو مكانك هعمل ايه بقى؟ هستثمر ال 10,000 جنيه اللي هم الفرق دولت، ان انا وانا في المصنع بشتري او وانا في المعرض بقفل قدام عيني طبعا، هجيب بفرق الفلوس ديت قطع غيار، اجيب فبر، اجيب كلاتشات، اجيب بكر صح، اجيب بقى قطع غيار الاستهلاكيه اللي تقعد معايا ايه وتعيش. في الحاله ديت انت بقى هتشتري منتج من حوا وهيكون حلو معاك ومضمون، وكمان هتلاقي كمان ان انت موفر في الفلوس، وعندك كمان ستوك من قطع الغيار. فهنا اقدر اقول لك ان حوا في بعض المنتجات فيها بتقدم قيمه مقابل السعر، لكن خلي بالك ان حوا
اي سكوترز فيها لازم تهتم بصيانته، ده الطبيعي وده الطبيعي في اي سكوترز. لكن حوا بيحتاج اهتمام شويه، يعني مثلا لو الزيوت انت بتنزل على 1000، لا نزل على 800. نظف فلاتر بشكل دوري، راجع الفيش والكهرباء بشكل دوري. كمان لو انت هتشتري من منتجات حوا، انا انصحك ان انت تشتري طبعا حاجه تكون تقفيل شركه، يعني الشركه هي اللي مقفلاها وعاطي عليها العلامه الخضراء اللي هي الكواليتي كنترول. تمام، بلاش تشتري من المعارض اللي هي بتبقى مغموره او المعارض اللي هي بتجيب وهم بيقفلوا. ليه بقى؟ لان انت بتلاقي اخطاء كتيره جدا في التقفيل، واهمها اخطاء الفبر. هتلاقي كليبسات متكسره، هتلاقي فيش مش في مكانها، ودي حاجه حصلت معايا انا شخصيا. تمام، يعني انا شخصيا كنت شاري والتقفيل ما كانش عاجبني يعني نوعا ما، واخدت انا وبعد كده فكفكت كله وجمعت من اول وجديد. تمام، فهو بتقدم لك سكوتر طبيعي اقتصادي، موفر في الفلوس، خامه هتلاقيها اللي هي المتوسط. كمان هيقدم لك اشكال كويسه جدا، هيقدم لك انوار ليد مثلا، هيقدم لك شويه اوبشنز زي اليو اس بي، مساحات التخزين. الحاجات دي برضو بتفرق. هتلاقي برضو كمان من مميزات برضو في شركه حوا، ان بصراحه حاليا الجنود بتاعت حوا بقت ممتازه. يعني انا معايا مثلا مارينو سبورت، بتنطط بيه بصراحه، يعني بشوف فين المطبات واخش فيها. فالجنود بتاعت حوا حقيقي هي ممتازه. فهنا انت بقى السؤال بتقول لي طيب اشتري حوا ولا ما اشتريش؟ طيب بص يا سيدي، اولا احنا كمجتمع مصري ككوميونتي بتاع بايكرز بنمشي ورا القطيع. يعني القطيع مثلا قال يلا الماركه الفلانيه، يبقى كله يجيب الماركه الفلانيه، ولو ما جبتش الماركه الفلانيه يبقى انت وحش، والسكوتر اللي معاك ده وحش ومشنش ومشنه والكلام ده كله. الكلام ده غلط تماما تماما تماما. انا واحد من الناس معايا مارينو سبورت، قاطع بيها 10000 كيلو سفر جوه مصر طبعا، ومسجل بيهم شهادات بكده، ومسجل بيهم يعني كل رايد بطلعه بسجل عدد الكيلومترات اللي انا مشيته. الحمد لله، ما يعني السكوتر بتاعي ما اشتكيتش منه في اي حاجه. ليه بقى؟ لان انا من اول ما اخدته من الراجل انا رجعت التقفيل طبعا، وقفلت انا على ايدي. في الحاله ديت انت مش هتقابل يعني مشاكل مع منتجات حول. لكن لو اخدت من معرض مغمور، معرض هو بيقفل، ففي هنا احتماليه ان انت تقابل مشاكل، بالاخص في تقفيل الفم وكمان في الكهرباء. ديت كانت يعني ملخص شركة حوا وسكوترز حوا للناس اللي كانت بتسألني في الكومنتس. ألف شكر ليكم يا شباب، أرجو تكونوا استفدتوا. شكرا.